مسرحية الزعيم وظهور ما يسمى بالمهدي المنتظر الرئيس مع مساهل هي مسرحية يعني سيئة الإخراج، لأنه على الأقل لو كان غيرتوا الديكور شوية، على الأقل لو كان غيرتوا الديكور، لأن هذه الصور هذه تعود إلى أكثر من سنة. هذه اللقاءات صارت في 2016 وموش فقط مع مساهل، لأنه اللقاء الأول هذا اللي وراوه لنا مع مساهل ممكن الأسبوع القادم يكون مع وزير آخر أو مع مسؤول آخر أو مجموعة من المسؤولين يحتاجهم عند الضرورة. اللي يخدموا في التلفزيون راهم يعرفوا باللي كاين المواد الحلقات اللي يكون عنده واحد حلقات في البرنامج، عنده برنامج أسبوعي دائما يخلي عنده في الثلاجة في الفريغو، يخلي عنده على الأقل 3 أو 4 حلقات للطوارئ، يعني اون سي جامي الضيوف ما يجوش الاسبوع هذايا يخرج حلقه من الفريغو ويحطها. ركزنا على قضيه مالي وليبيا والازمه وكذا وكذا، قال يا نجيبهم ساهل يتكلم مع الرئيس على قضيه مالي والنيجر وليبيا وكذا باش نسكتوا الناس، سكتوا هذا الشعب العظيم يسكت علينا. المسرحيه يعني في الواقع حقيقيه كان من المفروض يستقبل قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع، لأنه قام بمهام خارج الوطن مثل فيها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه هو الأولى بشرح الوضع الأمني والوضع المتدهور على حدودنا في مالي وليبيا، خاصة وأن قائد الأركان قام بزيارة رسمية إلى الناحية العسكرية السادسة، وزار حتى مناطق التماس، وزار الناحية العسكرية الرابعة أكثر من مرة، ويعني هو اللي عنده التقرير المفصل. من المفروض أنه رئيس الجمهورية يستقبل قائد الأركان يقدم له تقرير عن الوضع الأمني، ما يستقبلش وزير شؤون المغاربية ويقدم له تقرير على مالي يعني على الأقل له مساهل قام بزيارة إلى مالي وقام بزيارة إلى ليبيا وقام بزيارة إلى النيجر، ممكن نتقبلوها، قال قدم له التقرير على زياراته الميدانية، لكن هو ما قامش بزيارات. المفروض يستقبل رئيس مجلس الأمة الذي مثله في محافل دولية، كان من المفروض يستقبل رئيس مجلس الشعب الوطني الذي مثله في محافل دولية آخرها في قطر، يستقبل مساهل باش يقدم له التقرير على وش يصرى في مالي والنيجر. كاين أمور أهم من مالي والنيجر الآن، يعني ملف مالي والنيجر قديم. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ربي يشفيه وربي يخفف عليه، علميا ومنطقيا ويعني ومانش عارف انا كل المصطلحات اللي تقدروا تقولوها، ما يقدرش يظهر امام الكاميرات الا بعد 3 شهور. نزلت في كلامي واتحدى السعيد بوتفليقة انه ينظم لقاء لشخصية من الشخصيات الوطنية التاريخية، وليكن حمروش أو أحمد طالب الإبراهيمي أو بن فليس أو رئيس حكومة سابق مقداد سيفي أو أي مسؤول في الدولة، ويخليه يروح يقابل بوتفليقة، أو ينظم استقبال رسمي لرئيس دولة. وأتكلم رئيس دولة مش رئيس دويلة، لأنه كاين فرق ما بين رئيس دويلة ورئيس دولة. يعني مثلا ولتكن ميركل يعني المستشارة الألمانية أو الرئيس الإيراني أو رئيس دولة محترمة ينظم لنا زيارة رسمية. أما أنه يجيب لنا وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ويقول لك استقبلوا بوتفليقة، هذه غير مقبولة. الصورة إذا كان لاحظتوا في الفيديو ما عطاوناش جرون بلون وين يبينوا لنا لي كاميرامان مع صورة الرئيس مع مساهل، ما عطاوها الناس التقنيين يفهموا هذا الكلام هذايا. ما عطاوناش جرون بلون، عطاونا بلون نتاع بوتفليقة مع مساهل، ومن بعد مقطوع المصورين وراونا واحد الكاميرامان مع واحد المصورة مرأة، ومن بعد ركبوا هذوك ما وراوناش. ثاني ما وراوناش تصريح مساهل بعد لقاء رئيس الجمهورية. من المفروض دائما بما فيهم الإبراهيمي متعود أنه بعد ما يقابل رئيس الجمهورية يخرج للقاعة الشرفية برا في الهول في الرئاسة ويدير تصريح رسمي للصحافة.
قال باللي قابلت رئيس الجمهورية وبلغته وبلغني وقلت له وقال لي وسلمت عليه وسلم علي مساهل ما دارهاش. يعني ما خرجش للصحافة وقال لهم راني تقابلت مع رئيس الجمهورية. إذا هذا السؤال مطروح نفس الشيء. يعني رب عذر أقبح من ذنب. يا السعيد مرة ثانية كي تحب تغلط الشعب الجزائري غلطوا بأمور منطقية واقعية، مش بأمور ما عندها حتى علاقة. إذا توقعوا أن رئيس الجمهورية في الأسبوع القادم يستقبل وزير آخر، ممكن وزير الإسكان، وزير العدل، واحد من الوزراء استكمالا للمسرحية، وبعد 20 يوم ولا شهر يزيد يستقبل واحد ثاني، وبعد المهم يفوتوا بكم الانتخابات.